مفاجأة كبيرة تهز بيت الخضر قبل المعسكر القادم. أسماء جديدة قد تظهر لأول مرة مع منتخب الجزائر لكرة القدم، وأخبار سارة بخصوص بعض النجوم. لكن في المقابل، هناك أيضا مشاكل تقلق المدرب فلاديمير بيتكوفيتش قبل أيام قليلة فقط من بداية التربص القادم. خوتي، لا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما الذي يحدث داخل بيت الخضر؟ ومن هم اللاعبون الذين قد يفاجئون الجماهير في القائمة القادمة؟ تابعوا معنا آخر الأخبار والتفاصيل الكاملة. يستعد منتخب الجزائر لكرة القدم لدخول مرحلة مهمة جدا من التحضيرات، مع اقتراب معسكر شهر مارس، الذي سيكون اختبارا حقيقيا للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش، خاصة في ظل التحديات القادمة والاستعداد للمنافسات الدولية المقبلة. المنتخب الجزائري سيخوض خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين قويتين، الأولى أمام منتخب غواتيمالا يوم 27 مارس، ثم مواجهة قوية أمام منتخب أوروغواي يوم 31 مارس، في إطار التحضيرات للمواعيد القادمة. هذه المباريات ستكون فرصة كبيرة للمدرب من أجل تجربة لاعبين جدد واكتشاف خيارات مختلفة قبل الاستحقاقات القادمة. ومن بين أبرز الأخبار المتداولة مؤخرا في الإعلام الرياضي وعلى مواقع التواصل أن المدرب بيتكوفيتش يدرس القيام ببعض المفاجآت في قائمة المنتخب القادمة. فحسب عدة تقارير، قد يشهد المعسكر القادم ظهور أسماء جديدة لأول مرة مع الخضر، خصوصا في مركز حراسة المرمى، حيث يتم الحديث عن إمكانية استدعاء حارس جديد في القائمة الموسعة، وهو ما قد يكون إحدى المفاجآت المنتظرة في التربص القادم. وفي المقابل، يواجه الجهاز الفني بعض الصعوبات أيضا، خاصة في مركز الحراسة، بعد تذبذب مستوى بعض الحراس في الفترة الأخيرة، وهو ما وضع المدرب في موقف صعب قبل الإعلان عن القائمة النهائية. في آخر الفيديو يقول اسم الحارس القنبلة الجديد في المنتخب الجزائري حسب مصدر موثوقة. كما تشير تقارير أخرى إلى أن الجهاز الفني يراقب عددا من اللاعبين في الدوري الجزائري وبعض الدوريات الأوروبية من أجل منحهم فرصة الظهور مع المنتخب في المرحلة القادمة. أشرف عبادة، لاعب وسط مقتدر، من المتوقع أن يكون عنصرا مؤثرا في المعسكر القادم، لما يضيفه من خبرة وقوة في وسط الملعب. ياسين تتراوي، موهبة شابة واعدة، قد يحصل على فرصته الأولى مع الخضر، والجماهير متحمسة لرؤيته يشارك في المباريات التجريبية. لكن الخبر الإيجابي الذي أسعد جماهير الخضر في الساعات الأخيرة هو اقتراب عودة بعض اللاعبين المهمين من الإصابة، وهو ما قد يمنح المنتخب دفعة قوية قبل المعسكر القادم. كل هذه المعطيات تجعل المعسكر القادم مهما جدا بالنسبة للمنتخب الجزائري، خاصة أن المدرب يسعى إلى بناء مجموعة قوية قادرة على المنافسة في التحديات القادمة. فيصل ماستيل حارس شاب يبلغ 25 عاما، يلعب مع نادي ستاد ميونخ السويسري. يدرس منتخب الجزائر استدعاءه لأول مرة لتربص مارس، ويتميز بأصوله الجزائرية. ماستيل يتميز بطول قامته وردة فعله السريعة، وقد يكون إضافة قوية لمركز الحراسة. يبدو أن معسكر مارس سيكون محطة حاسمة في مشروع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش مع منتخب الجزائر لكرة القدم، حيث ينتظر الجميع معرفة الأسماء التي ستظهر في القائمة القادمة، وهل ستكون هناك مفاجآت كبيرة بالفعل.